يكون بيدور على تدريب بشكل معين او عاوز يكتسب مهاره معينه تفيده في شغله او تعزز من انتاجيته، ويجي في الاخر يتفاجئ ان الحاجه اللي هو عايزها دخل ما لقاهاش في اعلان او في الكورس دوت، وللاسف بيلاقي نفسه خلاص اتدبس وممكن يحضر مره ولا اتنين وما يكملش بعد كده لانه ما لقاش اللي هو عايزه. للاسف انا هنا ما اقدرش الوم على مقدم الخدمه ولا على المحاضر اللي بيشتغل على البرنامج التدريبي اللي كان بالنسبه له هو غير مناسب، انا الوم عليه هو. من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي لازم نعملها واحنا داخلين نختار اي برنامج تدريبي هي فكره ان انت تبقى عارف انت عايز ايه بالظبط. هي الفكره مش الحاجه اللي انت عايز تعملها، هي الفكره انت تبقى محدد انت عايز تعملها ازاي، ومحدد مستواك في الحاجه دي واصل لحد فين، وتبدا تسال عن المحاور، عن الاهداف اللي موجوده داخل البرنامج التدريبي او داخل التدريب اللي انت هتخش فيه ده. تسال والله انتوا هتوصلوا بيا لحد فين، مهما كانت المحاور مكتوبه او مهما كانت المحاور معلنه. في بعض الاسئله لازم تحاول تسالها للناس دي، والله هل الحاجه دي معموله للمبتدئين؟ انا راجل مثلا بشتغل وعندي خبره مثلا سنتين 3 4 5، هل دي هتكون مناسبه بالنسبه لنا ولا هي مناسبه لحد لسه بيبدا يحضر نفسه عشان يخش في الوظيفه؟ قيس على كده بقى حاجات كتير ومجالات كتير. فالفكره هنا هي فكره انت ازاي تحط السؤال، ازاي تسال. طبعا في اماكن في الفتره الاخيره بدات تحل الاشكاليه دي عن طريق فكره ان هي تطبق سياسه كويسه جدا دلوقتي اسمها سياسه الاسترداد الحر، وهو ان انت متاح لك ان انت خلال اول مرتين بتحضرهم في البرنامج او حاجه زي كده، لو لقيت الموضوع مش مناسب ليك او اعلى من امكانياتك بيرد لك كل الفلوس الخاصه بيك او الخاصه بالاشتراك. بس مش كل الاماكن هتقدر تعمل الكلام ده لان الموضوع بقى الى حد ما مش من عنده، الغلط من عندك انت. فقبل ما تبدا تشوف مكان هتتدرب فيه على مهاره معينه، هتكتسب فيه طريقه شغل معينه، بتحسن من ادائك في حاجه معينه بتعملها داخل شغلك، لو سمحت حدد انت عايز ايه. ومفيش مشكله انك تسال بشكل واضح وصريح الشخص اللي بيتواصل معاك عشان تبدا تشترك في الموضوع دوت، او الجهه اللي انت رايح تتدرب فيها، اسال عن الموضوع بشكل واضح. لو قدرت توصل لديل كويس معاهم ان انت لو في راوند شغاله قبل الراوند اللي انت هتشترك فيها انك تخش حتى على الاقل تكلم مع الناس اللي موجودين فيها، تسالهم بياخدوا ايه، تسالهم ايه اللي بيتم، وتبقى حاجه كويسه. ما قدرتش تحط اسئلتك بشكل يتطابق مع اهدافك وتحطها صح، وتطلب من الشخص اللي بيتواصل معاك ان هو يوصلها للقائمين على البرنامج التدريبي. والله انا عايز اتدرب على 1 2 3، بس انا راجل خبرتي في الحاجه اللي انا جاي اتدرب عليها دي وصلت لحد ليفل معين، هل انتوا هتتخطوا معايا الليفل ده ولا انتوا لسه بتشتغلوا على المستوى الاقل، ولا انتوا بتشتغلوا على ليفل اعلى من اللي انا كمان عايزه؟ فبالتالي هيبقى صعب عليك اصلا انك تقدر تلتحق مع الخبرات اللي داخل البرنامج التدريبي ده. ممكن تدور على اماكن بتعمل اختبارات قبل الكورس، يعني في بعض الاماكن بتديك فكره ان هي هعمل لك اختبار الاول، وبناء على نتيجتك في الاختبار ده هقول لك انت تقدر تكون موجود معانا ولا لسه شويه عليك. ودي برضه حاجات كويسه. فانت الاول دور على الاماكن دي، لو ما لقيتهاش او لقيتها في ندره في التخصص بتاعك ان تكون موجوده اماكن بتقدم خدمات التدريب بالشكل ده، حاول تبدا ان انت تسال بشكل واضح عن اللي انت رايح عشانه. لو لقيته تقدر تشترك، ما لقيتش يبقى ما تضيعتش فلوسك على الفاضي وتشوف مكان تاني.